السؤال الثامن: طالب جامعي لا يستلم أي مخصص شهري، وإنما يعطيه والده مبلغا معينا في كل مرة لقضاء لوازمه، والآن هو عليه كفارة مرسلة، فهل يجوز له أن ينتقل إلى الصوم بدل الإطعام مع أن المال الذي أعطاه إياه أبوه قد خصصه لمصاريفه المختلفة؟ هنا لا بد من أن أعلم هذه المصاريف ما الضرورة إليها؟ هل يفضل عنده شيء فوق حاجته؟ إن كانت هذه المصاريف تشمل حاجات ليست أساسية ويمكن الاستغناء عنها، فلا يصح له أن ينتقل إلى الصيام. أما إن كانت على قدر حاجاته التي يضطر إليها لإكمال دراسته والتي عليها أقرانه، وهي حاجات ضرورية ولا يستطيع سواها، وكان في ذلك الحال غير قادر على سواها، فهنا نعم له أن يصوم ولا حرج عليه، والله أعلم.